السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعيني الكرام من مصر وجامعة العربية. دمتم ودامت أيامكم بكل الخير والحب والسعادة. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه. معكم أخوكم أحمد الكومي الأمل لتعليم صناعة النظافات. احنا النهاردة حبايبي هنعمل 225 لتر صابون بجودة شعبي، حاجة كده شعبي لأصحاب المحلات. أول حاجة هنملى تلتين الكمية مية، بعد كده هننزل بأول حاجة معانا التيروس. هننزل بالظبط ب 600 جرام من التيروس. مهم جدا نقلب سريع جدا وبعدين ننزل بالتيروس. يكون التقليب سريع جدا وننزل بالشكل ده. صفر 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 صفر. هننزل بالصودا بتاعتنا كيلو 620 جرام من الصودا السايلة، هننزل بيهم مع التقليب الجيد. نشطف كده مطرح الصودا وناخد الكمية كلها. بعد يا حبايبي ما سيبنا الصودا اتفاعلت مع التايلوز، دلوقتي هننزل بالسلفونيك. معايا بالظبط 4 كيلو ونص من حمض السلفونيك. طبعا معايا سلفونيك الامل، هنزل بيه مع التقليب. شايفين الشفافية، شايفين النقاء، حاجة روعة، حاجة ممتازة. مهم جدا ناخد كمية السلفونيك كلها، اشطف الكادر مطرح السلفونيك واخده كله. ودلوقتي يا حبيبي ده وقت قياس البي اتش. هناخد طبعا بعيد عن الرغوة، اهم حاجة هنقلب تقليبة كويسة جدا. في حالة اذا كانت الرغوة عالية ممكن نرفع القلاب وهينزل صابون برضو من غير رغوة. هناخد بأي حاجة من غير رغوة كده زي ما انتم شايفين حبايبي كده. بي اتش 7. تعالوا نقارن بالدفتر. كده حبايبي رقم 7 بالظبط. وطبعا لو ما تعرفوش تقيسوا البي اتش، اضغط هنا، هيظهر لك هنا عنوان، هتضغط عليها يعرفك طريقة قياس البي اتش بكل تفاصيل. وبعد ما ظبطنا البي اتش، دلوقتي حبايبي انا مدوب كيلو صابون قبل التصنيع بيوم، هضيفه مع التقليب الجيد. صابون داب معايا بكل سهولة. وبعد ما دوبت الصابون، دلوقتي حبايبي هنضيف الملح. انا مدوب طبعا 2 كيلو ونص من الملح، هبدأ اضيفهم مع التقليب السريع. اهم حاجة يدوب الملح معايا بنسبة 100%. لو اترسب اي حاجة بسيطة زي دي في جعر الجردل هرجع ادوبها من تاني بس. وبعد حبايبي ما رجعنا، طبعا احنا ضفنا الملح اللي كان فاضل في الجردل. اهم حاجة اي حاجة مرسبة في جعر الجردل نرجع ندوبها في مية. لازم نضيف للمنتج مية دايب فيها ملح، مش ملح لسه ما دابش. بعد ما حطينا الملح كله يا جماعة، دلوقتي هنكمل ميتنا للاخر. دلوقتي حبيبي هنضيف 30 جرام من اللون الاصفر. لو عايز تخلي لون برتقاني مميز ضيف عليه اقل من جرام واحد من الاحمر، جرام واحد فقط لا غير يا حبيبي. هنضيف طبعا اللون بتاعنا مع التقليب الجيد. وطبعا نشطف الجردل كويس مطرح اللون ونضيفه.
بس وبعد ما ضفنا اللون، ودلوقتي يا حبايبي هنضيف بالظبط 400 جرام من الفورمالين اللي هيحفظ لنا المنتج لفترة طويلة. هنضيف المنتج مع التالي. يا حبايبي ما خلاص ضفنا الفورمالين، ما فاضليش غير 100 جرام من الريحة الزيتية هضيفها تاني يوم. وكل ما عدت فترة كبيرة على وضع الريحة كل ما كان أفضل. هضيف 100 جرام ريحة بعد يوم أو أكتر من يوم كده. لو عجبك الفيديو اعمل إعجاب بالفيديو واشترك بالقناة وفعل الجرس حتى تصلك كل ما هو جديد من أخوك أحمد الكومي، الأمل لتعليم صناعة الموظفات. وما تنسوناش من صلاة دعائكم، لأن احنا بنعمل ده كله علشان صلاة دعائكم والدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.